اللي عايز يستثمر يجيب سبائك وجنيهات. طب والالماظ؟ الألماس في حقيقة الأمر هو مش نادر زي ما اتعمل له ماركتينج. اوكي. يعني الكالر جيمستونز are much more rare than diamonds. في حقيقة الأمر عدد الألماظ الموجود على الكرة الأرضية قد عدد الذهب، بس الألماظ بيتقاس بالقيراط والذهب بيتقاس بالجرام. القيراط اللي هي إيه؟ القيراط هو 0.2 جرامز، ده امم الوزن. يعني كل ال 5 كاراتس equal 1 جرام. من الآخر هو a successful marketing campaign. هو ده الألماس في حقيقة الأمر. طب البنات لما بتشتري الالماظ، يعني بيشتروه كاستثمار ولا كقيمة عاطفية كده؟ لا، هو أكتر طبعا قيمة عاطفية. هو بص، أنا ما بحبش أتكلم في موضوع الاستثمار ده لما بنيجي نتكلم على على الالماظ الجولري in عموما. general. اه اشمعنى؟ اللي عايز يستثمر يجيب سبائك وجنيهات، ومش بيبقى امم استثمار. هو بمعنى أصح الذهب بيحفظ لك بيحفظ قيمة فلوسك. فلوسك. امم انت الجنيه زمان كان بيجيب ايه ودلوقتي بيجيب ايه. فانت لو انت كنت من زمان جبت بقيمة الجنيه ده ذهب، هو حافظ لك نفس اللي انت كنت بتجيبه الجنيه زمان. لو بقى ب10 انت لسه بتجيب ده. لكن في الجولري انا ببص لها اكتر ان هي زي ما بشتري تي شيرت حلوه، زي ما بشتري جزمه حلوه، هي حاجه شيك. لذلك هتلاقي في براندات بتبقى عندهم الحاجه غاليه عشان هم بيدفعوا جامد للديزاينرز، بيدفعوا جامد، بياخدوا مجهود طويل جدا عشان يعمل لك بيس معينه وهكذا. بس ما انا ما بحبش اقول استثمار. يعني لما حد بيجي لي انا مش بنك، انا ما بحبش اتكلم في نقطه اللي هو أنا خد ده هيزيد. ما لا، مش كده. امم انا شايف اللي عايز يستثمر يروح للجنيهات والسبائك عادي جدا، وياخدهم ويحطهم في الخزنه عنده ويحوشهم.